السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جيت ندير معكم وصفه المشوك بالكاوكاو. هاد الوصفه يعني محبوبه عند الجزائريين، نقدروا نقدموها مع لاتاي ولا مع القهوه. مكوناتها بسيطه وطريقه العمل سهله. شوفوا معايا القوام تاع الحبه كيفاش يجي ما شاء الله، طيب دوغي هكذا، ما نحمروهاش بزاف. فوالا شوفوا معايا كي قطعتها الموس يجري فيها، هاي لك معسله حتى للقلب، تجي طريه وهشيشه. شوفوا معايا المقادير. هنا عندنا 250 مارغرين، عندي كاس الى اسبوع سكر ناعم، 3 صفر بيض وحبه بيض كامله، عندي لا ليفور لا فاني، وعندنا كاس معمر تاع الكاوكاو، والفرينه على حسب الحاجه. نحطوا المارغرين تاعنا في سالاديي، نضيفوا لها كاس الا اسبوع تاع سكر غلاس، نزيدوا لها رشه تاع لافاني تكون مليحه، ونضربوها بالباتور. ما نطولوش بزاف، غير يتجانسوا السكر مع المارغرين، نبداو نضيفوا لهم الحبات تاع البيض. اذا قلنا 3 صفار وحبه بيض كامله، نحطوها على 2 دفعات ونكملوا نخلطوا الخليط ديالنا باش المشوك تاعنا ما يجيش مكدس، يجي خفيف مهوي. ضفنا كاس تاع كاوكاو اللي يكون محمص جديد باش يعطينا النكهه هذيك الشابه ديالو، ونخلطوه غير شويه بالباتر ونحبسوه. هنا نبداو نضيفوه في الفرينه. حاولت اني نكيل بالكاس باش نعطيكم شحال خدات لي الفرينه. درت الكاس الاول، درت كيس خميره كيميائيه، ومن بعد دخلت الفرينه الكاس الثاني. كيف دايما نغربلوها. مع الاول خلطت غير بلا سباتول، من بعد دخلت يدي فوالا، ومن بعد بديت نضيف في الكاس الثالث. البنات المقادير تلقاوهم كامل في صندوق الوصف. من بعد زدت غير ربع تاع الكاس، هنا الرابع خديت منه ربع، يتسمى في المجموع عندنا 3 كيسان وربع تاع فرينه، وانتم على حساب الفرينه اللي تكون عندكم. المهم خليوها طريه العجينه باش يجيكم مشقق ومهوي، هذا هو سر نجاح المشوك ديالنا. وزنتهم كامل 30 غرام، ومن بعد جبت الكاوكاو اللي كان محمص يكون خشين شويه، جبنا بياض البيض وبلو بانسو تاعنا، ندخلوا هذاك البياض البيض في الحبات تاع المشوك، ونحطوا في الكاوكاو هكذا كما راكم تشوفوا. نرمدوها كامل في الكاوكاو خشين ونحطوها في الكيسات الطيب. انا درت الحبات 30 غرام، وانتم لا حبيتوها اصغر تقدروا ديروا 25 26 غرام. نحطوها في الكيسات كامل في البلاطو، ونحطوها طيب على 180 درجه. بالنسبه للتزيين انا درت لها لي سوريز كونفيت، هادوما قطعتهم على 2، درت لهم شويه بياض البيض وحطيتهم من الفوق هكذا باش يشد مليح هذاك البيض البيض في الحبه تاع لا سوريز، يشد في الحبه تاع الحلوه ديالنا. واللي ما يحبش يدير لا سوريز يدير حبه كاوكاو كومبلي هكذاك، ولكن لا سوريز تعطي جمال. اذا كنتوا حديروها للافراح بلا سوريز يكون افضل. البنات ضروري كي تحطوا الحبات ديالكم يكون كاين لي تساع بيناتهم باش ما يخرجوا لكمش معوجين، تسمى نتوما سنيوه ما تعمروهاش بزاف. وكي تحطوهم في الفرن كي تشموا الريحه تاعهم طلعوا عليهم بعد 4 ساعة 20 دقيقة، طلعوا عليهم هكذاك وهما سخونين. خرجناهم من الفرن، نديروا لهم كامل ملعقة تاع عسل، ملعقة يعني تكفيهم تدخل للقلب وتلقاوهم معسلين. انا 250 غرام دارت لي 33 حبة تاع مشوك، يعني اذا صغرتوهم تجيكم اكثر. وهاولك لي المشوك تاعنا خرج ما شاء الله بنين معسل هايل، يعني مع لاتاي ولا مع قهوة روعة. نتمنى انكم تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والى اللقاء.